كانت ليلة جميلة، ليلة 25. يا ترى كانت ليلة القدر؟ انتوا ايه رأيكم؟ يا ترى الليلة كانت ليلة القدر؟ يعني أنا طول عمري بحب ليلة 25 قوي، وبحس إنها الليلة اللي في المنتصف، وبحس إنها ليلة غالية، وبحس فيها بفتوحات وخشوع ومشاعر. أنا بتأثر بيها جدا جدا جدا. لكن يا ترى ليلة 25 كانت هي ليلة القدر؟ طبعا أنا كنت قايل إن أنا هطلع الساعة 6 صباحا، بس الحقيقة 6 إلا 10 فوجئت إن الشمس طلعت، وإنها طلعت. يعني أولا أكيد أنتوا شايفين في الصورة الشعاع، في شعاع جامد. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف علامات الليلة قال: تكون السماء صافية في صبيحة تلك الليلة. تكون السماء صافية، وهي فعلا صافية. وترى الشمس بيضاء ليس لها شعاع. يا ترى أنا أقدر أقول إن الشمس كده بيضاء ليس لها شعاع؟ والله يا جماعة في شعاع، انتوا رأيكم ايه؟ هو في الآخر احنا هنشتغل على الليالي كلها، هو فاضل 5 أيام. احنا مش هنفوت ليلة، احنا هنعبد الله تبارك وتعالى بكل ما أوتينا من قوة في ال5 أيام، وهنفضل نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أهو محمد كاتب بيقول لي: يسعد صباحك يا دكتور، الليلة كانت كتير حلوة. صحيح، أنا حسيت فيها كتير سوزان. إن شاء الله ربنا يتقبل. والناس بقى عمالة تكتب: اللهم ما أفضل دعاء أقول في هذه الليلة. الله هو الدعاء ده: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتدعي لنفسك بكل ما تتمنيه من خير. يا رب اقبل دعائنا. آمين 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 يا رب. والله كانت ليلة حلوة الحمد لله. أيوة كانت ليلة حلوة. هل كانت ليلة القدر؟ مش عارف، متهيألي لسه، متهيألي لسه. أنا الاعتقاد اللي أنا حاسس فيه إنها ما كانتش 21 ولا 23، وأشعر إنها مش 25. وبعدين زي ما أنتوا شايفين في الصورة، لا الشمس مش بيضاء، الشمس صفرة، الشعاع مالي الأفق. صحيح السماء صافية، وصحيح الليلة امبارح كان فيها سكون جدا جدا جدا. على فكرة حلو اللي احنا بنعمله ده، حلو اللي احنا بنعمله في فكرة التحري، وان كله عمال يسأل: يا ترى كانت هي؟ يا ترى؟ ما هو ده معنى التعلق بعطاء الله. على فكرة احنا بنمارس عبادة باللي احنا بنعمله، اننا متعلقين بعطائك يا رب، اقبلنا. متعلقين، يا ترى، يا ترى قبلنا، يا ترى أعطانا هذا الخير الكبير أنه يختصر لنا عمره كله في ليلة تكون هي ليلة القدر. يعني احنا اللي احنا بنعمله ده قلب متعلق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يا ترى قبلنا؟ وجل القلب ده، ان القلب عمال يتحرك: يا ترى جبتها؟ يا خوفي لا اكون ما جبتهاش. فاللي احنا فيه ده حلو، بس رغم التحري دون احنا لا نستطيع ان احنا نحسم الامر. مين اللي يقدر يقول انها كانت ليلة القدر؟ بس والله كمان يا جماعة عايز اقول لكم حاجة. يعني صحيح في شعاع، بس انا ببص في الشمس دلوقتي حقيقي بيضاء. انا مش عارف، السما صافية بس في شوية سحب. بس كلمة قرص الشمس أبيض، قرص الشمس قدامي مش أصفر. يعني أنا متلخبط ليه؟ في شعاع، في شعاع، السما صافية 90% صافية، بس في شوية سحب خفيفة. الشمس بيضة، الشمس بيضة، ففي علامات مع وعلامات مش مع. لكن المؤكد إن محدش هيقدر يحسب، محدش هيقدر يحسب. والمؤكد إن احنا هنفضل واقفين على باب الله، نطرق الأبواب ونتوسل إليه. وهو ليه ربنا خبأها في العشر الأواخر؟ عشان نتوسل إليه، وعشان نجتهد في العشر الأواخر. احنا هنشتغل لغاية آخر لحظة يا جماعة. فاضل 5 أيام، زوجية ولا فردية،
احنا هنفضل نشتغل ونعبد ربنا لغاية اللحظة الأخيرة. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. وهفضل أقول لكم شعر سيدنا حسان بن ثابت وهو بيقول: ببابك لن أغادره. أنا هفضل واقف على بابك يا رب. ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك. سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك. إلهي فالق الإصباح، أشرف أنني عبدك. إحنا واقفين على الباب يا رب، واقفين على الباب، نتوسل إليك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واعتقنا من النار واستجب دعائنا. آمين آمين آمين. طيب يا جماعة، شكرا ليكم، وليلة جديدة ومحاولة جديدة وعبادة وتذلل ووقوف على باب الله. إن بابا يطرق بشدة لابد أن يفتح، إن شاء الله يفتح لنا بإذن الله. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.